بقول لك يا حلاوه الاكله الشعبيه بسيطه ومغذيه من ايد الست غاليه وموفره في النقديه. الست غاليه غاليه عليا واغلى من روحي وضيع عينيا. اكلاتك كلها طعمه وشهيه بيحبوها البهوات والافنديه لانها بسيطه ومغذيه وعلى المعده خفيفه وطريه. ويا سلام على برام ويكا بالليه. واجمل حاجه شهقه الملوخيه اللي تعودنا عليها من ام رسميه وكمان من خالة الست زكيه. وكانت حلالنا متشاله ومتغطيه والتراب مليها فوق النمليه. وكل اكلاتنا من السوق كانت جاهزه ومستويه، كباب وكفته وطرب وفراخ محمره ومشويه، سندوتشات كبده وسجق وفول وكشري وطعميه. واول ما نورتي قناه القاهره والناس اللي كلها احساس ببلدنا مصر ام الدنيا، نزلنا حلالنا وغسلناها بالصابون والميه وعلمتينا نطبخ احلى طبيخ وحببتينا في الاكل فتحتي لنا الشهيه. باسلوبك الحلو وجميل وملوش مثيل وكلامك كله محبه وحنيه. واللي ياكل من اكلك يا ست غاليه ما ينسوش لحد السنه الجايه. واشكر جروب قناه القاهره والناس، معدين مخرجين مصورين اللي اتاحوا لنا الفرصه دي علشان نعبر على اللي في قلوبنا بنجاح البرنامج وقناه القاهره والناس والاكله الشعبيه من ايد الست غاليه عليا. والكل بيكلمك على الهوا مباشر بترد عليه بطريقه مرحه وشعبيه لانك بنت بلد اصيله ومصريه وعايشه حياتك مع جيرانك ببساطه وحنيه. وزودت المحبه فينا وفي اهالينا وتلمينا كلنا ناكل مع بعضينا لقمه هنيه. يا ريت شعب مصر يفرح ويبتسم الايام دي والايام الجايه ويبقى زي الست غاليه عليا حتى ولو 1%. والشكر الاول والاخير لربنا صاحب الامر والتدبير ولجروب قناه القاهره والناس المصريه. وتراب ارض مصر ينبات الغالي عليكي وعليا. ونطلب من ربنا يعم علينا السلام والامان يا رب. على بلدنا مصر ام الدنيا. امين يا رب. مصر تعلوا 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 فوق الدنيا. تحيا مصر تحيا مصر وتبقى فوق الدنيا. شكرين الله جدا. يخليك. شكرا ليك.